لقاء النادي الافريقي والملعب التونسي او الديربي صغير كان كل فريق يطمح فيه لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي. النادي الافريقي بعد الانتصار على نجم المتلوي، والبقلاوه بعد الفوز في الجوله الفارطه على الملعب الجابسي. برشا اتصالات على اللاعب محمد بن علي، وين وصلت اتصالات بينكم وبين النادي الافريقي اللي هو منافسكم اليوم؟ هيئه مديره رسمت اهداف منذ بدايه الموسم: المحافظه على الرصيد البشري اللي في مرحله الاياب عوده موسم متميز. احنا حافظنا عليه وقاعدين ماشيين في النمط هذايا. تقعد مساله العرض مساله الانتقال، وبالنسبه لنا ما حد شيء رسمي لحد الان. النادي الافريقي يدخل اللقاء بتغيير وحيد مقارنه بالاسبوع الماضي. صابر خليفه ياخذ مكان شهاب الزغلامي كمهاجم صريح، في حين حافظ الاسعد الدريدي على ال11 الاساسي اللي خاض به لقاء الجوله الاولى. الملعب التونسي يبدا اللقاء بقوه، يخلق زوز فرص واضحه عن طريق الياس الجلاسي وهيثم البغدادي، زوز فرص يذيعوا بطريقه غريبه ووسط باهته كبيره في محور الدفاع الافريقي متكون من العيفه وبالقروي. بعد ربع ساعه لعب يمسك الافريقي بزمام الامور، تسديده اولى من التجاني بالعيد يتصدى لها المحواشي، ثم مخالفه مباشره من نفس اللاعب تمر جانبيه. في الدقيقة 21 يتحصل الإفريقي على ضربة جزاء إثر تنفيذ مخالفة من زهير الذوادي ولمس كرة باليد من الياس الجلاسي. يتقدم التجاني بالعيد للتنفيذ، يتصدى الحارس المحواشي، ترجع الكرة أمام بالعيد اللي سجل الهدف الأول للنادي الإفريقي. بعد الهدف ما شفناش حاجة كبيرة، خاصة مع الاندفاع البدني الكبير من زوز فرق والاحتجاجات المتواصلة على قرارات الحكم الصادق السالمي، باش ينتهي الشوط الأول بتقدم الإفريقي هدف مقابل 0. في الشوط الثاني ينطلق الملعب التونسي بقوة عن طريق هيثم بن سالم بكرة رأسية يتصدى لها الحارس فاروق بن مصطفى، ليتراجع بعدها مردود الفريق وتصبح السيطرة الإفريقي اللي خلق فرص بالجملة عن طريق ناطر بالعيد الذوادي وشهاب الزغلامي، لكن في كل مرة كان التسليم مفقود في ظل تألق كبير للحارس سيف الدين المحواشي. فرص ينتهي بعدها اللقاء بانتصار الإفريقي، انتصار هو ثاني ليه على التوالي، يخليه في طليعة الترتيب ويزيد يكبر من أحلام مسؤوليه وجماهيره في المراهنة على لقب البطولة بجدية هذا الموسم. Oui, 2 victoires sur 2 adversaires difficiles à jouer, coriaces, mais on a réussi à marquer, à tenir le résultat. On aurait pu, lors des 2 matchs, faire la différence parce qu'on s'est créé de bonnes occasions, mais bon, on manque un petit peu de maîtrise technique aujourd'hui, un petit peu d'efficacité. Je pense qu'on va s'améliorer dans ces domaines-là. C'est normal, l'essentiel 3 points، مش مشكلة المرقي ولا غيري، l'essentiel قاعدين نربحوا. لازمنا نكونوا عقلانيين في التونسيين،